يا صباح النشاط، صباح الهنا، صباح الجمال على عيونكم يا احلى واجمل اخوات. وحشتوني جدا جدا جدا. بجد بقيتوا حاجة اساسية في يومي. لازما انزل فيديو، لازما اتكلم معاكم، ولازما يعني اعيش معاكم اليوم من اوله. بس سامحوني والله غصب عني، هي ظروف بس مش اكتر. يوم روتيني كده قوي، يعني مش عايزه اقول لكم ان هو اي كلام، وعايزه اقول لكم ان هو نص الليل. بس تعالوا قبل ما نبتدي كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا بعذب نفسي، انا شايفه كده ان انا بعذب نفسي. انا لسه نشره الغسيل ده، فنشرته كده الاول عشان ابدا ان انا ادخله هنا. فكنت سايبه يعني المنشر بره عشان كنت بروق الغرفه وكده. مادام شايفين الكوم الغسيل ده، كنت خلصت الغرفتين، يعني خلصت الاوضتين وكده. بس اللي حصل لي في الفيديو ده ما حصلش لحد. انا قلت مش هتاخد معايا ساعه زمن، هقول لكم بقى إيه اللي حصل معايا. قعدتني 3 ساعات 4 ساعات زمن كده. يلا ما علينا، حط لايك للفيديو واعملوا شير. وكمان ما تنسيش تكتبي لي كلمه حلوه منك تشجعني، عشان انا زعلانه منكم او زعلانه منكم. انتوا حاسه كده ان انتم مقصرين معايا. دي بدايه سنه جديده يا جماعه، يعني خليكم ناس كريمه كده. اللايك مش بفلوس، هتدوس اللايك مش بفلوس ولا اي حاجه. ده اللايك بس، هو ده يعني هو ده الدعم يعني الدعم اللي انت بتدعمني بيه، هو ده الحاجه الوحيده اللي انت بتوصلها لي من خلاله. بصوا المفرش كان مدلوق عليه قهوه، فاخدته كده اغسله عمال ما اخلص. يعني ايه، احطه جوه كده واخش اغسله واسيبه ينشف لحد ما اخلص، هيكون بقى زي الفل. اديت بقى نكتتين كده 3، وكنست تحتها كالعاده عشان احطها واشوف هعمل ايه. عايزه اقول لكم كنت شايله هم الشقه جدا. انا كنت هعملها، وفعلا فعلا لازم تبقي، لا لازم تبقى عامله حساباتك في اي وقت. يعني انا حصل لي ظروف وسبت شقتي كده وخرجت يوم كامل. والله العظيم يا جماعه، طول ما انا بره في المشوار ده او في الظرف ده، انا مش بالي في اي حاجه غير ان انا ازاي هروح الاقي المكان بتاعي ازاي انا هقعد كده. انا زي ما دايما بقول لكم، انا ست بتحب يعني عيني بتحب الهدوء، بتحب الروقان كده. يعني ما بحبش اشوف الجو والمنظر ده. دخلت كده زي ما انتم شايفين، ده مفرش بقى طبعا ايه اخر اليوم اخر الليل وكده لما بنبقى سقعانين وبتاع، فكانوا متغطيين بيه وكده. وده كان مكان فطار، وشلت يعني كل الكلام ده. جيت من المشوار اللي انا بقول لكم عليه ده. جيت حوالي الساعه 11 بالليل. والله العظيم ده كان يوم التلات، يعني اللي حصل لي ده وخرجت وسبت الشقه كده كان يوم التلات. عايزه اقول لكم ان انا جيت والله كنت هعملها، بس كان زوجي موجود وكده قال لي لا طبعا استحاله، فهو ده اللي اخرني. لكن النهارده بقى هو كان بره، فقلت يلا مش ماما، بصوا هوريكم دلوقتي ان احنا نص الليل فعلا، مش بكدب عليكم. بصوا بصوا اقول لكم بصوا. يلا مش مهم. انا بحب شغل الليل جدا، بس طبعا انا ده مجهود على مجهود. يعني كنت طول اليوم خرجت جبت حاجات، عملت غدا، شفت حياتي تحت وكل حاجة، وطلعت بقى. بحس ان هو بيبقى ضغط عليا قوي، بس انا مش بايدي حاجة. كنت مرتبة نفسي. هتقولي لي ليه مش بترتبي نفسك، وده في يوم وده في يوم والكلام ده. انا فعلا كنت مرتبة وكنت عاملة حسابي ان انا مثلا ايه، هعمل النهارده شقتي، او هعمل النهارده مكاني او كده. انا اصلا كل يوم لما كنت روتين بسيط كده من على الوش بعمله قبل ما انزل. لكن انا ليه ما عملتش مثلا قبل، يعني ده في يوم وده في يوم؟ لان زي ما قلت لكم اليوم اللي كنت حاطه فيه ان انا هعمل هنا كان ظرف عندي، وطلعت بوريكم ان الركنه تحتها مش وسخ ولا حاجه، كل حاجه نظيفه. بس هي شويه كركبه من الولاد، ده في ناحيه وده في ناحيه، وطبعا المنظر مش الطف حاجه، حتى ما فيش ترابه يعني ولا حاجه. بس برضو لازم التلميعات دي بتفرق جدا في الشقة. يعني عارفة انا لو ما كنستش كده حتى من على الوش ولمعت الحتت الباينة دي، بحس ان الشقة مطفية كده. كنت شايلة الكفر ده كنت هغسله، بس رجعت في كلامي قلت يعني هو مش متسخ قوي لدرجة ان انا اشيله. بصراحة مدفي المكان قوي لما بنقعد هنا شوية. بجد بيدفي قوي. احنا اصلا بنطلع امتى يعني عشان نقعد؟ بس برضو لازم ناخد ولادي كده ونقعد القعده دي نص الليل، بتفرق جدا معانا ومعاهم والله العظيم. يعني اليوم اللي انا عملت فيه روتين، لقيت جنة بتقول لي ايه يا ماما، هو احنا مش هنقعد النهارده ولا إيه؟ قلت لها لا ماما، النهارده عندها شغل جامد جدا جدا، خشي نامي. خدت بقى تليفونها ومشيت بقى. بمناسبة التليفونات يا جماعة، عايزة اقول لكم فعلا فعلا احنا لو منعنا التليفونات حياتنا تبقى احسن من كده. عايزة اقول لكم طبعا التليفونات عليه يعني ناس كتير بتشتغل على التليفون واكل عيش وكل حاجة، بس بتكلم من ناحية الولاد. انا جنة قعدت حوالي 4 ايام او 5 ايام من غير تليفون. كانت كل ما تشوفني ماسكه التليفون، ماما سيب التليفون ده وتعالي اقعدي معايا. يا ماما هو انت مش تقعدي معايا؟ قلت لها اكيد اخيرا جربتي ان التليفون بيشغل وبياخد الواحد من حل لحال يعني. يعني خلينا في الفيديو، انا مش شايفه ان في حاجه تتشرح يعني، فعشان كده دايما بحب الروتينات دي عشان ادردش معاكم.
ادردش معاكم. بصوا كده رجعت كل حاجه زي ما كانت، وهنا نزلت المخده تاني عشان هشد الركنه، عشان حسيت كده، حسيت بس ما مش متاكده ان في شويه تراب كده، مش تراب، عشان اقول لكم ان احنا في شتاء ومقفلين بقى، ما بيبقاش في تراب يعني قوي، بس حسيت ان في ممكن تبقى ورقه رمينها حاجه، عشان زي ما قلت لكم احنا بنقعد هنا بقى، اللي ممكن تشحن كارت ولا حاجه، انا عارفه ولادي عارفاهم وربنا هوريكم دلوقتي. يلا حطيتوا لايك ولا رحتوا فين؟ لا ما انت بتسمعيش الفيديو بقى كده وتخرجي، يعني اتمنى طبعا الفيديو يفيدك كده، ولو انت كسلانه ومتغطيه وسقعانه لو قومي تنشطي هتلاقي الموضوع فرق جدا لما ترجعي تاني تتغطي وتقعدي بقى قدام التلفزيون. اه والله عندي وسواس كده من ناحيه النظافه. بصوا يعني انا هنا كنت بظبط دماغي، كنت اتعشيت على فكره يا جماعه، نزلت عملت العشاء، هو عشاء انا مش عندي غدا يعني، عشاء وكده وظبطت الدنيا، فقلت ما اعمل بقى كوبايه شاي تظبط الدنيا. هنا برضو كان قبلها بيوم كنت دايما المكتبه دي او المكان ده عشان ابيض، فدايما ايدي فيه، مش بستنى لما اجي اعمل روتين في الشقه والكلام ده وامسحه، فكنت والله عاملاه. فانا بصي هشك دلوقتي ان ممكن يبقى فيه ترابه ولا حاجه، هنزل كله عادي. حط لي الشواحن في كل حته، دي بقى روجيتاتي، موضوع طويل قوي لما يجي وقته ان شاء الله، لاني محتاجه منكم دعوه حلوه كده رائع يعني توقفني على حيلي. الحمد لله. يا الله، شايفين الغسيل ده الكوم ده كله، ده المفارش بتاعه الاوض، يعني انا كنت عملتها وبقيت ارمي بره، ارمي من بره لجوه واخرج من بره. بصوا كنت تايهه في اليوم ده، يلا مش مهم. ده كله كان مفارش بقى ايه، يعني مفارش اللي انا عينتها من على السرير والكلام ده. حبيبي يا رسول الله. بصوا دي لا ما تمشيش معايا، ايه دي؟ مش عارفه والله، كنت هكسرها. والله يا بنتي ايه ده؟ تقولي يا ماما انت مش عارفه حاجه، خليك انت اللي عارفه يا اختي. والله ما كنتش اجيب كده الحته كده وادي اديله ادي كده، ما برتاحش. اسكتي يا ماما، لما بتيجي اقول لها اعملي مثلا يا جنة حاجه تروح ماسكالي البتاع دي، انا بقى بيجيلي انهيار عصبي، عارفين الانهيار؟ انا بيجيلي والله. عايزين طبعا نقول لاخواتنا المسيحيين كل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يلا بينا. ادي ادي يا لهوي، وانا بشيلها ما تفكروش ان هي بتطير كده، ده الفيديو متسرع او حياة ربنا، ده هدت حيلي تقيله تقل. عايزه اقول لكم ان انا شايله هم غسيلها، مش غسيلها، هي بتتغسل بسرعه لان هي ما يعني مش متسخه او وسخه او كده، بس لما باجي اشيلها من الميه الموضوع بيروح في حته في حته تانية، ما بيبقاش خالص كده. يلا مش مهم بقى يعني، وانا والله جربت اوديها المغسله قبل كده ما جاتليش الطف حاجه يعني. حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى المطبخ ما فيهوش اي حاجه، هو الصينيه بس اللي كانت محطوطه بره، ده كنت جايه من بره، كانت الساعه 11 بالليل، كنت جايبه جبنه ومش عارفه ايه والحاجات ده، تخيلوا ان قعدت يوم كامل. يا لهوي انا، يا لهوي انا. يلا مش مهم، الحمد لله. هلم كل حاجه، كل حاجه سهله، المطبخ سهل لان ما فيهوش اي حاجه، هو التلميعات بسيطه، الرخامات هتتلمع، البوتاجاز بلمعه كده بسيط، ما بشتغلش عليه يعني ولا حاجه، فتحسوا ان الموضوع هنا هادي خالص، اقصى حاجه يعني ما فيش اي حاجه بصراحه. عمالة بحط في شنطة الكمامة يعني عزكم الله، الحاجة اللي انا مش الفوايد الاكل وكده برمي كله. بس كده خلاص، المطبخ خلص ومفيش اي حاجة، والتلاجة كنت غسلاها من يومين وبس كده. هشيل بقى الانسة اللي محطوطة دي اللي ملهاش اي ريحة اللازمة يعني، ما انصحش يعني، مش عارفة، مش عارفة بس هي ملهاش اي لازمة. دي بقى لما احمد بيضايقني خالص يا جماعة والله بكلمكم بجد، لما بيضايقني خالص خالص وبتعب منه بقى اروح جايبه له البتاع، بيخاف جدا من الريش اللي هو من الريش الاسود دوت بجيبها له كده واحطها عليه فيتنفض كده. ادي كان سبعة. عندي حاجة غريبة في الشقة يا جماعة، الأوضة بتاعت غرفة النوم بتاعتي زي ما انتم شايفين كده مش على طريق ولا أي حاجة، غرفة الولاد اللي هي على طريق اللي فيها بلكونة يعني، وتلاقوا هي فيها تراب أكتر من التانية، مش فاهمة ازاي يعني، بس يلا. بصوا مش عارفة باكل ايه، بقي دايما بيلعب، يلا هتلاقيه البان ولا حاجة. ادي كان سبق. بصوا كل حاجه بقت زي الفل في اقل من دقايق يعني، الحمد لله، لا مش في اقل من دقايق، انا كده بكدب عليك، انا خلصت اهو الدنيا ماشيه زي الفل. والله العظيم عايزه اقول لكم مثلا يعني، اللي حصل لي بقى عطل الدنيا عندي، وقعدني حوالي ساعتين قاعده مش عارفه اتحرك،
فتخيلوا انتوا بقى، بادئه مثلا الساعه كام، كانت الساعه 10، اخلص الساعه 3 او 2، هنعرف دلوقتي من الفيديو عشان انا مش متذكره قوي، مع ان الروتين ده كان امبارح اللي هو الاربع. فانا مش عارفه بقى، هوريكم دلوقتي اللي حصل واللي قعدت عشانه وكل الكلام ده. بس طبعا كنت شغلت كشاف التليفون كده، وبدات ان انا اعمل حاجه تانية، شديت الركنه زي ما قلت لكم، حسيت ان فيها حاجات وراها، لاني انا مش دايما بشدها عشان ما تبص مني او تتبهدل، وانا كده كده مش بفتح شبابيك ولا بقعد هنا كتير، فانا عارفه اني ما فيهاش حاجه، لكن انا كده قلت ايه، اخدها على الماشي. عايزين ندعي بقى للطلبة، ربنا يفرح قلوبهم يا رب، وربنا يكرمهم، عندهم امتحانات، انا جالنا عندها امتحانات يوم السبت، ربنا معاها يا رب، واخواتها كمان. بندعي لكل الطلبة ربنا يفرح قلوبهم يا رب ان شاء الله، ويبقى عام سعيد علينا جميعا يا رب، والفرحة كده تدخل قلوبنا وبيوتنا جميعا ان شاء الله. بصوا بوريكم ان ما كانش فيها اي حاجة، انا رجعت تاني ماشي بوريكم، يعني ان بصوا ولا اي ترابة ولا حاجة، هي شوية ورق وخلاص، لحد كده زي الفل. هي دي التليفونات. خلصتي؟ هسجل لكم الفيديو ده وهلبس ونازله بقى رايحه النهارده عند امي، هصوركم ان شاء الله بقى الاجواء بقى والموضوع هناك يعني، لا متشجعه. الشنط دي بقى عايزه افضيها خلاص واغسلها، بس قلت خليني معاهم للاخر يعني، عشان ساعات بياخدوا منها حاجات كده، فانا اصلا مش بياخدوا منها حاجات، انا حاسه ان الكتب بتاع المدرسه مبقاش ليها لازمه دلوقتي ولا ايه، الملازم بقى والتليفونات ومش عارفه جروب ايه. يلا خلاص خلصنا الحمد لله. اختصرت لكم كتير من الفيديو ده على فكرة. هنا بقى كنت خلاص لمعت كمان المكتبة ورجعت كل حاجة زي ما كانت، ولقيت الشباك كده مكان ايديهم مبصم كده ولا حاجة، قلت اخده مسحة على الماشي. بصوا الماشي بقى يعمل، وانا بمسح كده الشباك ده اللي حصل فعلا، مش اللي هو ايه كنت كمان قعدت ولا حط لكم المقطع في نص الفيديو، لا 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 خالص، هو ماشي كده ماشي زي ما هو. بصوا، بصوا الضلمه اللي انا فيها، النور قطع، قعد حوالي ساعتين يا جماعه، جاي الساعه واحدة بالدقيقه، بس يا جنة الساعه واحدة بالدقيقه، كنت انا عملت ايه بقى، كنت انا شطبت المطبخ، لان زي ما قلت لكم المطبخ ما كانش فيه حاجه، رحت قايده الكشاف كده ورحت غاسله المواعين، وحمدت ربنا مثلا ان الميه كمان ما فصلتش، لا الميه كانت شغاله وكده، عشان كنا بالليل ما كانت شغاله من غير موتور عادي جدا. فمسكت بقى المواعين اللي كانت على الحوض دي، شطبتها وخلصتها، ومسحت الرخامه، مسحت البوتاجاز، يعني برضو ما قعدتش كده وخلاص، اللي هو ايه استفدت بالوقت بتاع النور، بس طبعا مش قعدت ساعتين بعمل كده، وخلصت ورحت قاعده لما النور وصل بالسلامه. قعد ساعتين بالظبط يا جماعه، احنا رجعنا تاني للساعتين ولا ايه، ولا ايه اللي بيحصل. بس برجع بقى كل حاجه زي ما كانت، واقفل الستاير كده واقفل الدنيا عشان الدنيا تفضل نظيفه، ما يبقاش فيها اي حاجه، وبس كده وخلصنا والحمد لله. الموضوع بيفرق معاه قوي، بيريح نفسيتي لدرجه مش قادره اقول لكم، يعني انا كده يعني نفسيتي مرتاحه وخارجه النهارده، سايبه بس الامانه برضو، يعني شويه غسيل كده هيتطبقوا لما ارجع ان شاء الله هعملهم، وغسيل بقى هبدا ان انا اغسله مش كتير يعني ولا حاجه، هبدا ان انا ابقى اغسله ولا حاجه. خلاص كده مسحت الارض وظبطت الدنيا، طبعا انا ما زي ما انتم شفتوا كده ما ينفعش معايا حته الشرشوبه، جبت ميه بقى وقعدت كوبه ايوه، واروح منشفه. هبدا بقى ان انا انشف ان انا انشف مين. بذمتكم الموضوع اختلف ولا لأ؟ هو مش قادره، مجهود فعلا، مجهود على مجهود، فصعب قوي، فما تعملوش زي كده، لا ما انصحكوش يعني، قومي تنشطي وكل حاجه، بس كل حاجه خلي كل حاجه ليها وقت، بس انا للاسف ما عنديش اي وقت الحمد لله، ما عنديش اي وقت عشان انا بصحاش بدري، ولو صحيت بدري يا جماعه انا غصب عني مش بعرف اعمل حاجه، ليه؟ لان انا جوزي شغله مش بدري،
يعني وكمان ولادي ما بيقوموش بدري، مفيش مدارس بسيبهم يناموا عشان لو بقيت اليوم في دروس ولا حاجة مبقوش مضغوطين صاحيين بدري والكلام ده، فسايباهم كده براحتهم خالص. لكن والله ايام ما كانوا مثلا المدارس وكانوا بيروحوا الصبح وكده، ومثلا عندي روتين زي ده كنت اقوم بدري، رغم ان انا بحب الشغل اللي هو بيبقى بالليل وكل حاجة. بس يعني شغل النهار بيفرق كتير، او تكفى بس كده ان انت بعد ما تتغدي تاخدي كوباية الشاي بتاعتك الحلوة وتقعدي في وسط ولادك، ده بالدنيا يعني بالدنيا كلها والله. فلو انت ليكي وقت تعملي ازاي كده نص الليل، مع اني بقولك احلى شغل واحلى روتين تاخديه بالليل، احلى تشجيع كده. بنت سقعانه وتقول لي يا ماما حرام عليكي الجو ساعه، وانا اقول لها والله ما حاسه باي حاجه، شغاله بقى ما. بس كده الحمد لله. وهكافئ نفسي دلوقتي برضو، مش اللي هو كنت هطفي النور رجعت في كلامي. بصوا هوريكي بقى كده كان جوزي جه وانا بفرش بالظبط، يعني الحمد لله ان هي عدت على خير. بصوا ده تليفونه بوريكم الساعه، شايفين الساعه 2، الساعه 2 يا جماعه. يلا بينا خلصنا والحمد لله. وده كان الشكل النهائي، هوريكم كمان الغرف. على فكره كنت بعمل الشقه كلها، مش الريسبشن بس. بصوا الشقه كلها اتعملت. بصوا الكلام بقى، بصوا المطبخ وروقانه، بصوا غرفه النوم كمان، كل حاجه زي ما قال الكتاب بالظبط. بس الحمد لله. هعمل بقى كده ايه، يعني جو هادي كده خالص، وهاخد بقى كوبايه الشاي. كان مصطفى عايز شاي هنا وانا هعمل نسكافيه وهقعد بقى. مصطفى كده طلع عند ولاده بقى، انتوا عارفين مين ولاده؟ الحمام طبعا لازم يطلع يشوفهم حتى بالليل متأخر كده، ويحط لهم الاكل ويشوف الميه. بصراحه وسائل عليهم قوي بامانه يعني. هعمل بقى كوبايه الشاي اهي، هطلعها له واقعد انا واطلع بيها، يعني هطلع بالصينيه كده هقعد فوق تاني في بصوا بقى يا جماعه اللسعه دي محدش بقى يبص اللسعه دي، عادي بقى عادي، عشان لو تهت يعرفوا يجيبوني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وادعوا لي دعوه حلوه ربنا يكرمني ان شاء الله. واتمنى طبعا تشاهدوا الفيديو للاخر وحطوا اللايك واعملوا شير. ودايما يا رب متجمعين مع حبايبكم وزايدين ومش ناقصين. ويا رب كده عام سعيد علينا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.